يا مساء الرعب على أحلى إخوات في الدنيا. إن شاء الله زي ما اتفقنا القصة دي أرباحها كلها هتتوزع لله، يعني أي حد هيشوف الفيديو هيكون مشارك في الخير ده. ويلا بينا نبدأ القصة. أنا خالد مهندس ديكور، وبقالي سنين شغال في الشغلانة دي، ومتخصص أكتر في إعادة ترميم البيوت القديمة. يعني أي عمارة قديمة فيها شقة عايزة تتوضب في القاهرة يعتبر أنا اللي عاملها أو هعملها، لأن العمارات القديمة دي مع مرور الزمن الأساس بتاعها ما بيبقاش قوي قوي، وبتبقى عايزة معاملة خاصة. وبحكم شغلانتي دي فأنا متعود على ريحة الشقق القديمة وعلى الباركيه اللي بيزيق، وعن قصص البوابين اللي ما بتخلصش، عن عمار البيوت اللي ساكنة الشقق المقفولة دي. ومن حوالي سنة كده جالي تليفون من ست مصرية عايشة في كندا، كان اسمها مدام إيفون. كانت وارثة شقة من عمها في عمارة في المنيرة، وقالت لي إنها عمارة قديمة جدا، من الشقق دي اللي هي بتبقى سقفها عالي ومدخلها كله عبارة عن رخام، يعني عمارة فخمة جدا. بس وهي بتحكي لي لقيتها بتقولي إن الشقة دي مقفولة من سنة 1974، من وقت ما عمها مات فيها، ومن وقتها محدش من الورثة قادر يعيش فيها. فقالت لي إن هي عايزاني أوضبها عشان تعرف تبيعها. ساعتها أنا قلت إن أكيد الورثة مش عايزين يقعدوا فيها علشان بيحبوا عمهم أو مش قادرين يعيشوا فيها من ساعة ما عمهم ما مات. ما فكرتش خالص إن ممكن يكون في أي جن ولا عفاريت ولا حكاية البوابين دي. المهم نزلت المنيرة تاني يوم ووصلت قدام العمارة. العمارة كانت ضخمة بشكل رهيب، وجدرانها كلها مليانة تماثيل. كانت عمارة ليها هيبة كده. المهم دخلت العمارة وقابلت البواب، وقلت له أنا طالع عين شقة مدام إيفون اللي في الرابع. وأول ما قلت له كده لقيت ملامحه كلها اتغيرت، وسكت فجأة وبص في الأرض، وبعديها طلع مفتاح قديم مربوط بخيط لونه أسود واداهولي وهو بيقول لي بلاش تطلع يا باشمهندس، الشقة دي عمارها تقال. وقتها أنا ضحكت وقلت له في إيه يا عم فكري، ما تقلقش أنا متعود على البيوت القديمة دي، واخدت منه المفتاح وطلعت. وأول ما وصلت للدور الرابع الطرقة كانت نورها ضعيف جدا، والشقة رقم 30 بتاعت مدام إيفون دي على حسب وصفها إنها في آخر الطرقة دي على اليمين. مشيت لآخر الطرقة، وأول ما وصلت للشقة، الشقة كان بابها خشب بني غامق جدا. بس الغريب إن وأنا ماشي في الطرقة لاحظت إن كل الشقق في الدور ده مش مكتوب عليها أرقام، ومفيش أي صوت في أي شقة من الشقق دي، كأني داخل خرابة أو عمارة ما فيهاش سكان. وقتها أنا مركزتش في الموضوع وحطيت المفتاح في الباب. بس الغريب إن أنا أول ما حطيت المفتاح سمعت تكة ترباس طالعة من جوه الشقة، كأن في حد جوه فتح ترباس عشان أعرف أدخل. وقتها أنا قلت لنفسي ممكن طقطقة خشب ولا حاجة، وفتحت الباب ودخلت. وأول ما فتحت لقيت صالة قدامي على طول، كانت واسعة جدا حوالي 70 أو 80 متر، والسقف عالي جدا فعلا، والأرض كانت باركيه ومتغطية كلها بتراب، لدرجة إن أنا كل ما أمشي خطوة كانت رجلي بتعلم في التراب ده. وبدأت أتحرك في الشقة، وطلعت المتر الليزر عشان أرفع المقاسات المبدئية. وعامة يعني أي مهندس شاطر بيعرف يحس بمساحة المكان أول ما يدخله. الغريب بقى إن وأنا واقف في الصالة كنت حاسس بخلل هندسي، كأن الشقة دي مبنية غلط أو في حاجة متعدلة، بس ما كانش باين إيه اللي متعدل الصراحة. المهم رفعت مقاسات الصالة ودخلت على الطرقة اللي بتوصل للمطبخ والحمام وباقي الأوض. بس وأنا برفع مقاسات الطرقة المتر اللي كان معايا لقيته بيهيس. كنت كل ما أوجه الليزر لأي حيطة الليزر كان بيكمل، كأن مفيش حيطة أصلا قدامي. طفيت الليزر وولعته أكتر من مرة، بس برضو نفس الموضوع، والشاشة كانت دايما بتكتب لي ايرور، ما بتكتبليش المساحة. وقتها أنا طلعت كشاف موبايلي ووجهته على الحيطة عشان أشوف في إيه. الغريب بقى إن أنا لقيت الحيطة سليمة بشكل يخض، ما كانش فيها أي مشكلة، كأنها لسه معمولة حالا، ولا فيها شروخ ولا قشرة، رغم إن الشقة دي المفروض مقفولة من أكتر من 50 سنة. وفي اللحظة دي سمعت صوت نقط مية بتنزل من حنفية المطبخ، كان صوتها منتظم جدا وهادي. رحت على المطبخ بسرعة لقيت الحوض ناشف والحنفية ما بتنزلش حاجة. وقفت ثواني كده أراقب الحنفية، ما لقيتش مية بتنزل، بس الصوت كان لسه شغال. ما كانش طالع من الحنفية، كان طالع من تحت الرخامة بتاعت المطبخ.
وقتها أنا وطيت عشان أفتح الرف وأشوف لو في تسريب أو حاجة، بس الغريب إن أنا أول ما لمست الرف الصوت وقف فجأة. فتحت الضرفة بسرعة وقتها ما لقيتش مية، بس لقيت حاجة غريبة جدا. لقيت جزمة قديمة وجلدها متشقق ومحطوطة في نص الرف ده بالظبط، كأن حد حاططها علامة أو حاجة. وقتها أنا قفلت الضرفة وقمت. في اللحظة دي أنا بدأت أحس بإن درجة حرارة المطبخ نزلت فجأة، وبعديها بدأت أسمع صوت خفيف جاي من الصالة، كأن صوت حد بيجر قماش على الأرض. وقتها أنا لفيت وطلعت للصالة بسرعة، ما لقيتش أي حاجة. بس لما بصيت في الأرض لقيت آثار خطوات تانية جنب خطوات رجلي اللي على التراب. كانت خطوات لرجل مش لابسة جزمة، كانت ماشية بالظبط مع خطوات رجلي من ساعة ما دخلت من باب الشقة. كأن في حد كان مستنيني ورا الباب، وأول ما دخلت هو بدأ يمشي جنبي. وقتها أنا طلعت من الشقة بسرعة، بس كنت قاعد أقنع نفسي إن اللي حصل ده أكيد له تفسير. يعني ممكن الخطوات دي من حد من الورثة مثلا كان في الشقة دي من فترة قريبة، وأنا لما دخلت ما خدتش بالي مثلا بالآثار دي. وعديت الموضوع، وتاني يوم الصبح أخدت معايا اللوست عبده ورحت. اللوست عبده ده صنايعي تكسير وهدم، راجل شقيان مالوش في وجع الدماغ. واخدته معايا الصراحة علشان يبدأ يشوف لي الحيطة دي اللي الليزر مش عايز يقيسها. وفعلا دخلنا الشقة حوالي الساعة 10 الصبح، والشمس كانت مالية الصالة، وده خلاني اطمن شوية. لقيت عبده دخل وهو شايل المرزبة والأجنة بتاعته، وبدأ يلف في المكان الأول، ولقيته بيقول لي يا باشمهندس، الشقة دي عظمها حديد، بس ريحة الجدار ده كله رطوبة غريبة، كأن في مية مسحوبة ورا الحيطة. قلت له عادي يا عم عبده، وشاورت له على الحيطة اللي المفروض يكسرها، وقلت له الحيطة دي من بره في الصالة ومن جوه في الطرقة مش ماشيين مع بعض، في نص متر ضايع. انا عايزك تكسر لي هنا حتة صغيرة اشوف الحيطة دي ايه اللي وراها. وفعلا على طول عم عبده بدأ يشتغل، وبعد حوالي 10 دقايق من التكسير لقيت عم عبده وقف فجأة وبصلي باستغراب وقال لي يا باشمهندس، الحيطة دي مش طوب أحمر، دي متجلدة بخشب من ورا، وبعد الخشب ده في فراغ. رحت لعم عبده وبصيت من الفتحة دي. اللي شفته جوه الفتحة دي إن في أوضة عرضها حوالي متر وطولها حوالي 3 متر، ملهاش بيبان ملهاش أي حاجة. وجوه الأوضة دي كان في كرسي خشب قديم جدا، وفوق الكرسي ده كان في برنيطة رجالي من بتاعت زمان، كلها متغطية بتراب لدرجة إن لونها كان أصفر من التراب. وقتها أنا لقيت عم عبده بيقول لي هو مين اللي قفل على الكرسي ده جوه كده، وليه قفله أصلا؟ وأنا الصراحة ما كانش عندي رد، بس اللي لفت نظري إن الأرضية بتاعت الأوضة دي كانت نظيفة تماما، ما فيهاش نقطة تراب، التراب بس كان على البرنيطة، كأن الأوضة دي بتتمسح كل يوم. وفجأة وإحنا واقفين قدام الفتحة سمعت صوت تزيق، كأن الكرسي الخشب ده حد بيحركه. لقيت عم عبده رمى المرزبة من ايده وقال لي انا مش هكمل شغل هنا يا باشمهندس، الشقة دي مش مظبوطة. حاولت اهديه وقتها وقلت له يا عم ده صوت خشب عادي يعني من الباركيه مفيش حاجة. بس للأسف عم عبده ما سمعش كلامي ولقيته مشى، وفضلت انا قاعد لوحدي في الشقة قدام الفتحة. وقربت وشي تاني من الفتحة عشان اشوف الأوضة دي فيها ايه، او مين اللي ساكن جوه، او في حد جوه اصلا ولا لا. في اللحظة دي سمعت صوت نفس هادي جدا، كان صوت النفس ده جاي من آخر الطرقة، كأن حد بيراقبني وأنا قاعد أبص من الفتحة. لفيت بسرعة أبص بس ما لقيتش أي حد. في اللحظة دي أنا جريت وطلعت من الشقة ونزلت بسرعة لعم فكري. لقيته قاعد على كرسي خشب قدام مدخل العمارة وبيشرب شاي. وأول ما شافني ما نزلش عينه من عليا، كأنه كان مستني نزولي في اللحظة دي. وقتها أنا قعدت جنبه وقلت له يا عم فكري، أنا لقيت أوضة في الشقة ورا الطرقة، ما تعرفش اللي بنى الأوضة دي بناها ليه؟ لقيت عم فكري بيقول لي يا باشمهندس، الشقة دي ما كانتش كده خالص. الخواجة صاحب الشقة كان راجل بتاع علم وحسابات، وما كانش بيحب الدوشة، بس في آخر سنين ليه قبل ما يموت بدأ يشتكي من الزحمة رغم إنه كان عايش لوحده. سألته يعني إيه بيشتكي من الزحمة وهو عايش لوحده؟ لقيته بيرد عليا وبيقول لي كان بيقول إن الشقة دي وسعت بزيادة وبقت بتستقبل ضيوف كتير، وهو مش شايفهم بس سامع خطواتهم، فقرر يضيق الشقة وبدأ يبني حيطان سد في أركان الشقة كلها
علشان يقلل مساحة الشقة عليهم ويجبرهم يمشوا. والأوضة اللي انت شفتها في الطرقة دي كانت آخر حاجة بناها قبل وفاته بأسبوع واحد. بعدها سبت عم فكري وروحت على بيتي وأنا قاعد أفكر، هو عم فكري ده بيخرف ولا فعلا الموضوع ده حقيقي؟ وأول ما وصلت بيتي فتحت تليفوني عشان أراجع الصور اللي صورتها للمكان. لاحظت حاجة غريبة جدا، الصور اللي صورتها كلها للفتحة وللأوضة دي ما كانتش واضحة، كانت كلها منغمشة، كأن الكاميرا اتهزت، مع إن أنا متأكد إن أنا صورتها صح. ما كانش فيه إلا صورة واحدة باينة للطرقة، وكان ظاهر فيها حاجة أنا ما شفتهاش وأنا هناك. كان على الحيطة بتاعت الطرقة كان في خطوط طويلة جدا كأنها شبكة مرسومة بالرصاص على الحيطة، وكانت مقسمة الطرقة لمربعات، وكل مربع كان فيه رقم. هو المربعات دي أنا ما شفتهاش إزاي في الحقيقة؟ وقتها أنا الفضول كان هيموتني من الشقة دي، مفيش حد بيأذيني هناك، فليه ما اروحش واشوف هي الشقة دي مالها او فيها ايه او ايه اللي حصل فيها. وفعلا رحت الشقة دي تاني يوم، بس الغريب بقى ان انا ما لقيتش المربعات دي مرسومة اول ما رحت، ما كانش ليها اي اثر. وفضولي خلاني ابص تاني على الفتحة. الغريب بقى ان انا لقيت الكرسي الخشب اللي كان ظهره ليا المرة دي وشه هو اللي ليا، والبورنيطة اللي انا شفتها فوقه كانت على الارض المرة دي جنب رجل الكرسي بالظبط. في اللحظة دي سمعت صوت تزييق الباركيه ورايا، صوت حد كان بيمشي بالراحة على الباركيه. لفيت بسرعة بس ما كانش في حد، بس شفت آثار خطوات بتترسم في التراب قدام عيني، بس الخطوات ما كانتش بتقرب عليا، الخطوات كانت بتبعد ناحية الباب. قمت بسرعة وجريت ناحية باب الشقة عشان أهرب. وقتها حسيت إن جدران الشقة بتضيق عليا فعلا، لدرجة إن كتفي اليمين والشمال خبطوا في نفس الوقت في الطرقة. فضلت أجري، وأول ما وصلت لباب الشقة لقيت باب الشقة موارب، مع إني قافله وأنا داخل. حاولت أفتحه بس لقيت الباب محشور، كأن الخشب بتاع الباب لازق في أرضية الشقة. وقتها أنا بدأت أزق الباب بكل قوتي، وبعد محاولات كتيرة مني الباب الحمد لله اتفتح. وقتها أنا خرجت للطرقة بتاعة الدور الرابع من غير ما أبص ورايا، ونزلت على السلم جري. بس وأنا نازل سمعت صوت رزعة الباب ورايا بيتقفل، كانت واضحة جدا، كأن اللي جوه الشقة دول ما كانوش عايزين نقعد فيها. وقتها أنا فضلت أجري لحد ما وصلت للشارع، وبعديها هربت من العمارة، وكنت فاكر إن الموضوع خلاص انتهى. وحاولت أقنع نفسي إن كل اللي حصل ده إرهاق بس مش أكتر، مفيش حاجة حصلت علشان أعرف أكمل حياتي. وبعديها رجعت بيتي وقفلت الباب ورايا، وأنا بحلف إني مش هفتح السيرة دي تاني لأي مخلوق. واليوم عدى طبيعي لحد ما نمت. أول ما نمت حلمت إن أنا واقف في نص الصالة في الشقة الملعونة دي، بس الشقة كانت ملهاش نهاية، كانت الطرقة طويلة جدا، وطول ما أنا ماشي فيها مش راضية تخلص، وكانت بتصغر عليا في نفس الوقت. وشفت الخواجة صاحب الشقة دي واقف في آخر الطرقة، كان مديني ظهره وماسك قلم رصاص، وقاعد يعدل في المربعات اللي في الحيطة اللي أنا شفتها في الصورة. وبعديها ألاقي نفسي محبوس جوه الأوضة اللي كان فيها الكرسي، وببقى قاعد على الكرسي الخشب ووشي للحيطة السد، وسامع صوتي الحقيقي وهو قاعد بيخبط بالبرزبة من الناحية التانية. وقتها أنا كنت بحاول أصرخ وأقول له ما تكسرش الحيطة، بس صوتي ما كانش راضي يطلع مني. وقعدت أسبوع بحلم الحلم ده كل يوم وأصحى مفزوع. وفي يوم صحيت من النوم لقيت المربعات الرصاص دي مرسومة في سقف الأوضة بتاعتي أنا، ومكتوب جنبها نفس الأرقام اللي بشوفها في الحلم. وقتها أنا كنت خلاص حاسس إن أنا اتجننت، ما كنتش عارف أعمل إيه في نفسي. بس اللي أكد لي إن أنا ما اتجننتش هو اللي حصل لي في اليوم الثامن. وأنا نايم صحيت على صوت خربشة قوية جدا جاية من تحت السرير بتاعي. وقتها أنا قمت مفزوع وبصيت بسرعة تحت السرير، لقيت فردة الجزمة القديمة اللي لقيتها في المطبخ هناك، نفس الجزمة بنفس الجلد المتشقق اللي شفته. الجزمة دي أنا ما جبتهاش معايا الشقة ولا لمستها أصلا لما كنت هناك. في اللحظة دي أنا ما كنتش عارف أعمل إيه، هما عمار الشقة دول هما اللي بيطردوني ولا أنا فعلا اللي اتجننت وبتهيألي حاجات؟ وقتها أنا كنت بنهار حرفيا، فكلمت أخويا وحكيت له الموضوع. قال لي طب بقول لك إيه، أنا هجيب لك الشيخ عبد الرحمن وأجي لك البيت، اوعى تنزل، يقرا لك شوية قرآن كده وإن شاء الله هتبقى كويس. وبعد حوالي ساعتين فعلا أخويا جه هو والشيخ عبد الرحمن. وأول ما الشيخ عبد الرحمن دخل شقتي لقيته سكت ما اتكلمش معايا خالص، وبعديها قعد يلف في كل الشقة وقعد يقرأ قرآن بصوت عالي. مع كل آية كان بيقراها
كنت باحس بتُقل على صدري مش طبيعي، وبعد حوالي ساعة لقيت الشيخ عبد الرحمن حَط إيده على راسي وقعد يقرا آيات معيّنة من القرآن بصوت عالي جدًا. في الوقت ده حسيت بالضيق اللي جوايا ده بدأ يفُك، وأول ما هديت خالص لقيت الشيخ بيقول لي قبل ما يمشي: "يا خالد إحنا مش لوحدنا، وفي أماكن بتبقى مفتوحة على عوالم تانية، أنت بس دخلت لهم في الوقت الغلط." واداني آيات قرآن أقراها كل يوم قبل ما أنام، وفعلا من بعديها الكوابيس كلها وقفت وحياتي رجعت طبيعية تاني. ومن حوالي شهرين بالظبط جالي شغلانة في شقة في نفس المنطقة، بس في شارع موازي لشارع العمارة اللي أنا كنت فيها، ورحت الشقة دي واشتغلت وكان كله تمام. بس وقتها الفضول كان بياكلني، كنت عايز أفهم إيه مصير الشقة الملعونة دي. وفعلا خلصت شغلي في يوم بدري وقلت أنا لازم أروح للعمارة دي تاني أشوف العمارة دي من بره بس مش هدخل. مشيت لحد الشارع اللي المفروض فيه العمارة، ووقفت في المكان اللي أنا كنت راكن فيه عربيتي أول يوم وبصيت، ما لقيتش العمارة. المكان اللي كان فيه العمارة كان عبارة عن خرابة، كان عبارة عن خرابة ومتحوطة بسور خشب، وعليها يافطة مكتوب فيها: الأرض ملك ورثة الخواجة. قعدت أبص يميني وشمالي، بس أنا متأكد إن أيوة هي دي العمارة، اتهدت إمتى وإزاي. فقلت أسأل أي حد كده في الشارع، لقيت راجل عجوز واقف بنصبة شاي. قلت له: يا حاج، هي فين العمارة اللي كانت موجودة هنا؟ لقيته بيبص لي باستغراب وبيقول لي: عمارة ايه يا ابني؟ قلت له: العمارة اللي كانت موجودة هنا من قريب. لقيته بيقول لي: العمارة يا ابني اللي كانت هنا دي مهدودة من سنة 2012، بعد ما حصل فيها حريقة كبيرة والعيلة كلها ماتت، والأرض من ساعتها فاضية زي ما انت شايف كده. وقتها أنا جسمي كله اترعش وقلت له: ازاي يا حاج؟ ده أنا كنت هناك من شهرين. وقابلت البوابة عم فكري كان فيها، لقيت الراجل بيبص لي باستغراب تاني وبيقول لي: عم فكري البواب ده مات في الحريقة يا ابني، وهو بيحاول ينقذ السكان الله يرحمه. وقتها انا طلعت تليفوني بسرعة ودخلت على سجل المكالمات عشان اجيب رقم الست اللي كلمتني علشان اتأكد ان انا مش مجنون. لقيت الرقم موجود فعلا، بس لما دوست عليه اتصال لقيت رسالة مسجلة بتقول لي: هذا الرقم غير موجود بالخدمة. بس برضه ما كنتش مصدق، فدخلت على جوجل وقعدت ابحث على اسم الست دي او العمارة اللي اتحرقت في 2012. لقيت فعلا خبر مكتوب ان في عمارة اتحرقت في المنيرة سنة 2012 وفي نفس المكان ده بالظبط. وقتها انا وقفت قدام الخرابة دي وانا قاعد اقول لنفسي: طب هو انا دخلتها ازاي؟ وطلعت الدور الرابع ازاي؟ ومين الست اللي كلمتني دي؟ وازاي كنت بلمس الحيطان وبفتح ابواب الحاجات مش موجودة اصلا؟ وبعديها رجعت بيتي وانا مش مستوعب اللي حصل. وكده تكون خلصت قصتنا. لو عجبتك القصة متنساش اللايك والاشتراك والشير وتفعل الجرس وتقول رأيك في الكومنتات. استودعكم الله أصدقائي، سلام.